اهلا بيكم. النهارده هنعمل الغدوه بتاعتنا طاجن تورلي باللحمه. انما ايه، تحفه جميله، الريحه تجنن، مع شويه بقى كده رز بشعريه وشويه لسان عصفور كده. انما ايه في الجمال. اهلا بيكم في قناتي المتواضعه طبخه وشنطه مع هبه. يا رب قناتي تكون خفيفه على قلوبكم، ما تحرمش من الكومنتات ولا اللايكات بتاعتكم. يلا بسرعه اشتراك ومتابعه وكومنت حلو من بتاعكم ولايك كتير وشير كتير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ونقدر كلنا نستفيد من بعض باذن الله. يلا تعالوا نشوف الحلويات دي باللحمة الدايبة دي هنعملها ازاي. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا معايا أي نوع خضار انتوا تحبوه، جزرة، بسلة، فاصوليا، بطاطس، كوسة، فلفلاية، بصلاية متوسطة الحجم، أي نوع خضار انتوا تحبوه. والبصلاية في الطاجن على طول أنا خرطتها. تمام. هرفع الطاجن على النار، فيها معلقة سمنة على البصلة ومعلقة زيت كده. تمام. واشوح البصلة بتاعتي يا دوبك تدبل حتى اللون مش هيصفر، وانزل بالبسلة والجزر بتوعي. طبعا كمية الخضار اللي بتحبوه تكتروه تقللوه براحتكم. تشويحة، وانزل ب3 فصوص توم مفرومين برضو اديها تشويحة كده ريحتها تطلع. وزي ما انتوا شايفين البصلاية لونها ما تغيرش نهائي. معايا 5 طماطمات كده متوسطين الحجم، طبعا على قد كمية الخضار اللي انا حطاها. ضربتهم في الخلاط وصفتهم وضفتهم على البسلة والجزر ياخدوا نص سوا زي ما انتوا شايفين كده. ولما الطماطم بتبتدي تتسبك وتقل شوية واحس ان الخضار محتاج بضيف شوربة لاني انا بسلق لحمة. اضيف بقية الخضار بتاعي لما خدت نص سوا، البطاطس والكوسة والفلفل والفاصوليا. تمام. اقلب كويس قوي، وفي المرحلة دي هضيف اللحمة على طول، بس بعد ما اضيف التوابل بتاعتي ملح، كمون، فلفل اسود، وفي سنة او نص معلقة سكر بس بصراحة ما تصورتش. تمام. اقلب الخضار بتاعنا بالتوابل. تمام. اضيف اللحمة على طول. اللحمة بتاعتي انا سلقاها اهي تقريبا مستوية. اضيفها في الطاجن. كمية الخضار اللي انتوا عايزينها، وكمية طبعا اللحمة اللي انتوا عايزينها، واي قطعية انا ما بدققش ابدا. وكبشة شوربة كده حلوين. قلب الجمال ده كله مع بعض. تمام. وادخلهم الفرن معاكوا كده عشان ياخد وش وتستوي الخضار باللحمة في قلب الفرن وياخدوا وش حلو كده. خدت غلوة على النار اهي من فوق، ادخلها الفرن معاكم. ودي بعد ما طلعت من الفرن لونها يجنن، تحفة تحفة تحفة. طبعا انا عملت شوية لسان عصفور وهنعمل مع بعض الرز بشعرية. تمام. معلقة سمنة، شوية زيت، وحوالي يعني انا عاملة على 3 كوبايات رز كوباية شعرية او كوباية الا ربع شعرية. انا بحب الشعرية كتيرة شوية. احمر الشعرية بتاعتي وبعد كده اضيف الرز بتاعي مغسول ومتصفي كويس جدا المصري، واديله تشويحة حلوة قوي لغاية ما الرز بتاعي يتشمع مع الشعرية في السمنة. اضيف سنة كمون بتدي طعم لذيذ قوي وشوية الملح بتاعي، واضيف ممكن مية او شوربة من اللي انا سلقة فيها اللحمة. انا ضفت ده على ده. تمام كده. هوريكم اضافة المية بقى لغاية فين او اضافة الشوربة لغاية فين. الرز يتغطى وبارتفاع عقلة صابع بالظبط اهي. اغطي، واول ما تغلي والشوربة تتشرب او المية تتشرب اوطي عليها، وكده يبقى الرز بتاعنا جاهز وبقى تحفة ومفلفل. طعم الاكل وريحته كانت تجنن.
جربوها، بس أحلى طاجن ممكن تعملوه في حياتكم. طبعا ده غير القيمة الغذائية العالية اللي فيه بسبب كمية الخضار اللي موجودة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ألف هنا وشفا. السلام عليكم.